رجعنا لحضراتكم مرة تانية ونستقبل بقى واحد من أهم نجوم بطولات موهبتك خلال المواسم الأخيرة. مراكز أولى لمعظم المواليد، مراكز أولى في جوائز أولياء الأمور، مراكز أولى في الجوائز الفردية. أكاديمية كبيرة وهي أكاديمية ديدو سبورت. تعالوا نرحب بالنجم الكبير الكابتن عيد شعبان، المدير الفني لأكاديميات ديدو سبورت. الكابتن عيد أهلا وسهلا بيك. كابتن نور اهلا وسهلا بيك ومنور كالعاده، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين والساده متابعي دوري وبطولات موهبتك. كابتن عيد، في البداية عايزين نعرف أكتر. بطولات كتيرة، مستوى أكتر من رائع، مستوى أخلاقي وتنظيمي وفني لأكاديميات ديدو سبورت بشكل أكتر من رائع في مدينة نصر. أكاديمية بشكل عام مسمعة في الوسط الرياضي، سمعة طيبة للأكاديمية. الموضوع ده بالنسبة لك كان عامل إزاي، وكان إيه هدفك من تأسيس الأكاديمية؟ والله يا كابتن نور، اولا بشكر حضرتك على الكلام الجميل ده في حق اكاديميه ومنظومه ديدو سبورت. اكاديميه ديدو سبورت زي ما قلنا قبل كده منشاه من 2016. اللي بيحصل الفتره دي ده نتاج شغل وجهد على مدار سنين ماضيه. الحمد لله حاطين بلان وماشيين عليه، والحمد لله بنقدر نحقق اللي احنا بنبقى بنسعى اليه دايما في كل من اشتراكنا في كل البطولات، او من تسويق اللعيبه، او كمان من تسويق المدربين. احنا كمان عندنا بقينا بنصدر مدربين من اكاديميه ديدو سبورت لمعظم انديه دوري منطقه القاهره ومنطقه الجيزه، والحمد لله عندنا اكتر من 7 مدربين كان ليهم الشرف ان هم اشتغلوا في منظومه ديدو سبورت، ودلوقتي ما شاء الله ماسكين فرق في دوري قطاعات البراعم والناشئين تبع اتحاد الكوره. كابتن عيد، وانت بتأسس الأكاديمية، يعني هل كان عندك فعلا الرؤية دي، وهل كنت فعلا في تخيلاتك ان انت توصل لهذه المرحلة او ابعد من كده كمان؟ والله احنا طموحنا كبيره يا كابتن نور، فالحمد لله احنا لما بدانا ننشئ الاكاديميه كان هدفنا الاول ان احنا نهيئ المكان والبيئه المناسبه اللي احنا نقدر ناسس فيها البراعم والناشئين على اسس علميه. فبدانا نستعين بمدربين على قدر كافي من التعليم، لديهم خبرات برضو لعبوا قبل كده، والحمد لله بفضل الله بقالنا 8-9 سنين شغالين تسويق لعيبه اكتر من 150 لاعب بدون مقابل مادي في انديه داخل وخارج القاهره. كمان حصلنا على بطولات كتير شاركنا فيها، سواء بطولات دوليه تسويقيه او بطولات اكاديميات، والحمد لله برضو شاركنا في اكتر من بطوله دوري اتحاد كوره. وده الحمد لله ان ده اللي يدل على ان احنا الحمد لله ماشيين على خطى ثابته، وكمان ماشيين على اسس علميه صحيحه. كابتن عيد، يعني الوصول للقمة أمر صعب، ولكن الحفاظ على القمة هو الأصعب. بتعمل إيه كمنظومة، أو بتعملوا إيه كإدارة منظومة ديدو سبورت للحفاظ على القمة دي؟ وخصوصا انتوا السنة دي في بطولة دوري أبطال موهبتك، السنة اللي فاتت يعتبر مكتسحين بمعظم المواليد. الموضوع ده بالنسبة لكم اشتغلتوا عليه إزاي السنة دي، وكان استعداداتكم كانت عاملة إزاي؟ والله الحمد لله احنا الموسم اللي فات المنقضي احنا كنا مشاركين ب4 فرق في دوري موهبتك. حصلنا على مركز اول في فرقتين، وحصلنا على مركز تاني في فريق، وحصلنا على مركز ثالث في الفرقه الرابعه. دايما بقول لحضرتك لازم عشان نقدر نستمر في المنافسه ونستمر في ان احنا نقدم كواليتي كويس ونقدم حاجه كويسه، ان احنا نستعين بمدربين مؤهلين لذلك. الحمد لله بفضل الله اللي احنا فيه دلوقتي من انجازات بتقدمها اكاديميه ديدو سبورت مش مجهود الكابتن عيد شعبان بس، لا ده مجهود قطاع كبير من المدربين المحترمين المخلصين في شغلهم. دايما اساسياتنا عندنا ان احنا نختار المدرب المؤهل اللي هو يقدر يفيد ويضيف لمنظومه ديدو سبورت بالشكل وخلاص داخل الملعب. وبفضل الله طبعا النتائج اللي بنقدمها ده بتدل على ان المدرب شغال كويس. بفضل الله برضه زي ما بقول لك شغالين ان احنا نحافظ على الانجازات اللي احنا بنحققها، ان احنا نطورها. السنه دي مشاركين في دوري موهبتك ب8 فرق، 4 فرق ليفل A وفرقتين ليفل B، و4 فرق ليفل B، عشان برضه يبقى عندنا ان احنا قطاع بينافس على البطولات والتألق، وقطاع برضه ياخد نسبه المشاركه يكتسب الخبرات عشان نؤهله برضه الموسم القادم ان شاء الله ان هو يقدر يحقق البطوله ان شاء الله. ده كان لقائنا مع النجم الكبير الكابتن عيد شعبان. كابتن عيد بنشكرك شكرا جزيلا. حبيبي يا كابتن نور، من خلال الكاميرا مع حضرتك كنت حابب اوجه رساله برضو لكل مشاهدي ومتابعي ومشتركي اكاديميه ديدو سبورت من اولياء امور لمدربين.
المدربين بحابب اوجه لهم شكر ان هم الداعم الرئيسي وهم سندي وهم رجالتي اللي بنقدر نحقق بيهم الانجازات. جميع انجازات ديدو سبورت لولا وجود المدربين وفضل الله اولا ما كناش هنبقى كده. حابب اشكر اولياء الامور الداعمين لينا بشكل مستمر وعندهم ثقه كبيره في اكاديميه ديدو سبورت وفي المنظومه وفي المدربين. حابب اشكر كل الناس، حابب اشكر عيلتي اللي بتتحملني مع الضغوطات اللي احنا فيها، وشكر كبير لكل المتابعين وشكر خاص لمنظومه موهبتك. كابتن عيد شعبان النجم الكبير واللاعب السابق مدير اكاديميات ديدو سبورت، منظومه ديدو سبورت المنظومه الناجحه على مستوى الاكاديميات المصريه، بنشكره شكرا جزيلا. اعزائنا المشاهدين ده كان لقائنا مع النجم الكبير الكابتن عيد. هنطلع تقرير مهم جدا ومحترم ثم نعود مره اخرى.